عاوز شرط واحد بس يتحقق والنتيجة تتنفذ فورًا، يبقى لازم تستخدم if مع دالة or. الفكرة بتبقى إزاي؟ بنستخدم دالة or جوه دالة if علشان لو أي شرط اتحقق ينفذ القرار، لو كلهم غلط يبقى النتيجة ما ينفذش القرار بتاعي. هنطبقها معانا على المثال اللي أنا عندي ده. أنا عندي 3 شروط دلوقتي، طبيعة عمل يبقى دوام كامل، سنوات خبرة 5، وتقييم عامل يبقى 5. تمام؟ وعندي دي العمال وده الجدول بتاعهم، عندي طبيعة العمل وسنوات الخبرة والتقييم العامل والراتب. عندي الشروط دي، لو اتحقق أي شرط من ال3 دول يبقى نزود العامل بنسبة 10%، لو ما اتحققش ال3 شروط يبقى ما نزودش العامل. نعملها إزاي؟ يبقى الحل مع دالة if و or. هنقول بتساوي if ونفتح قوس or ونفتح قوس، هنجيب العامل الأولاني طبيعة العمل بتساوي الشرط ده، وإف 4 للتثبيت، كوما سنوات الخبرة لازم تكون أكبر من أو يساوي الشرط ده، إف 4 للتثبيت، كوما تقييم العامل أكبر من أو يساوي الشرط بتاعه، وإف 4 للتثبيت، ونقفل القوس ونعمل كوما ونعلم على الراتب ونقول فيه 1.1 علشان يزود لي 10%. طب لو الشرط ما اتحققش يجيب لي الراتب تاني شكل ما هو، نعلم على الراتب ونقفل القوس وانتر. دلوقتي اداني 2200 لان الراتب هنا 2000، لان انا عندي 3 شروط اتحقق منهم شرط واحد اللي هو الدوام الكامل فرفع لي المرتب ال 10%. طب لو انا شديت المعادله بتاعتي على الرينج كله هلاقي دلوقتي محمد زاد، عندي مثلا ده هلاقي فهد ده ما اتحققش، مفيش شرط من ال3 شروط اتحقق فكده ما زودش الراتب بتاعه. وبرضه لو جينا هنا عندي شيماء نفس الفكرة، ما اترفعش الراتب بتاعها ل 10% لأن ما عندهاش ولا أي شرط من الشروط دول اتحقق. طب لو أنا غيرت هنا دلوقتي في طبيعة الشروط دي، مثلا خليت دي 2 مثلا، أهي في ناس معايا هتغير، خليت دي مثلا ساعات، برضه في دي قلب معايا أهو علشان اتغير معاها شرط. تمام؟ يبقى الفكرة في إيه؟ إن أنا لو اتحقق شرط من الشروط ال3 مع دالة or ودالة if يزود لي الراتب، لو ما اتحققش أي شرط من ال3 أو ما تحققوش ال3 ما بيرفعش الراتب. عايزك تجربها عندك وتسيب لي في التعليقات عرفت تعملها ولا لأ، وعايزك تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفاد منه، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناتي.